السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلنا في بيوتنا دلوقتي بقى في مشاكل كتيرة جدا بين الأب والأم وبين الأولاد. الأم دايما بتشتكي بنتي عنيدة ما بتسمعش كلام بقى بترد عليا، ومشاكل كتير بتخلي ماما ممكن تبكي وتعيط. ركزوا كده في الجملة، ماما ممكن تبكي وتعيط. الأم اللي ربنا سبحانه وتعالى وصانا عليها وقالك أمك جنتك ونارك. الأم اللي بتموت الملايكة بتيجي تقول لحضرتك ماتت اللي كنت بتكرم عشانها. اشتغل لنفسك بقى، اعمل لنفسك. كنت ممكن تعمل غلطات فمامتك تدعيلك فتتمحي بدعوة أمك. أنا عارفة إن في فجوة زمنية، وعارفة إن قد تكون النصيحة بشكل غير لائق أو مش بيصاحبونا أو وده يبقى ليه فيديو لوحده عن عقوق الأم والأب لأبنائهم. ما أصل في عقوق أبناء وعقوق آباء على فكرة، بس ده هيبقى في حلقة تانية. الحلقة المرة دي لكل بنوتة سمعاني أو كل ابن جميل سمعني. يا حبيبي يا حبيبتي، ماما دي جنتك ونارك. انا مش مضطر اقعد اقول عملوا ايه عشان اقول لكم احسنوا التعامل معاهم، رغم اني هقول وقلت في فيديو قبل كده. بس انا عايزه اقولك ان ماما ما تتعاتبش. ماما صوتك ما يعلاش عليها، ماما وبابا طبعا صوتك ما يعلاش عليها. ما نحاولش نقومهم اصل انت غلط واصل انت ما نصلحش سلوكهم. لا 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 خالص، حتى لو سلوكهم غلط ده لو في نصيحة عايز تقدمها أو عتاب أو لوم تفكر 1000 مرة إزاي هلومهم، إزاي أبقى حنين قوي وعطوف جدا وأنا بلوم ماما أو بابا على العمل ده، إزاي أقدم نصيحة. أصل خد بالك النصيحة جاية من صغير لكبير، فلازم تاخد بالك قوي إنها تبقى هينة جدا. لازم قبل ما تروح تفكر 1000 مرة هقول الكلمة دي إزاي، هقول له بابا ما تعملش كده إزاي، مش ما تعملش كذا انت عملت وخليت. لا، حتى لو بابا او ماما مخطئين، لا، بر بابا وماما مهم قوي. لما حد بيقدم لنا نصيحة حلوة كده بنقوله ايه؟ ده قدم لك نصيحة على طبق من فضة او طبق من ذهب. ماما بتقدم لك نصيحة على طبق من حب، على طبق من ود، على طبق من رحمة، على طبق فيه تجارب حياة كبيرة قوي هي عاشتها. الخبرة اللي احنا بنعيشها مش بالدراسة اللي بندرسها، الخبرة بالسنين اللي بنعيشها.